كل ام فينا بيبقى نفسها قوي بعد الولاده ترجع جسمها زي ما كان، بس للاسف وجود البيبي هو اللي بيخلينا مش عارفين نعمل رياضه. بس المفاجاه ان احنا ممكن بالبيبي وبالطفل نعمل رياضه وفي نفس الوقت نبقى بنلعبه وبنضحكه. في الفيديو ده هتلاقوا تمرينات كتيره جدا للظهر وعضله الحوض وعضلات الايدين والرجلين والركب والظهر. اتفرجوا عليها وكلها ممكن تعملوها وانتوا شايلين البيبي والطفل، وتعملوها عادي جدا في البيت وكل يوم. هنمسك البيبي ونعمل تمرين السكوات. التمرين ده بيقوي عضلات الرجلين والمؤخره. لو عندي مشاكل في الركب مش لازم اقوم اقعد على الهوا كده، ممكن اقوم اقعد على كرسي واعمل عدات بسيطه. التمرين ده اسمه تمرين الوولسيت، بيقوي عضلات الاماميه للرجلين. ممكن اشيل البيبي على رجلي اليمين لوحدها كده، على رجل الشمال لوحدها، مش لازم انزل قوي كده لو عندي مشاكل في الركبه او تمرين صعب. ده تمرين اللو بلانك، بيقوي عضلات البطن. ممكن اقعد العب في خدود البيبي في الوقت ده تمرين الماونتن كلايمبر، بيعلي الحرق وبيقوي عضلات البطن والظهر والرجلين. احط البيبي تحتيه واقعد اجري في مكاني. ده تمرين الراشن تويست، بيقوي عضلات البطن الجانبيه. ممكن احط البيبي ما بين رجلي واقعد اجري وراه. تمرين الكال فريز ده تمرين سمانه، اقف على طراطيف صوابعي وانزل وانا ماسكه البيبي. لاف يو اول.